عندك مشكلة ان انت كل شوية بتأجل المهام بتاعتك، مش عارف تاخد قرار انك تبدأ او مش عارف تاخد الخطوة انك تبدأ. عندك مشكلة التسويف، اعمل فيها ايه؟ اول حاجة لازم اعرف ان انا ما عنديش انضباط ذاتي. يعني طول ما انا عاطي المساحة لعقلي ان هو يفكر في المهام اللي انا المفروض اعملها، كل ما عقلي بيحسسني ان هي شاقة جدا وصعبة جدا، فبيديك مجال ان انت تأجل المهمة المفروض تبدأ بيها. بأول حاجة لازم اتعلم ان انا اكون عندي انضباط ذاتي، يعني اكون انا المتحكم ومسيطر على عقلي. يبقى انا اقول ابدا في المهام بتاعتي، يبقى لازم اخد الخطوه وابدا. رقم 2، ابدا خلي عندك تحديد للمهام. يعني انا عندي كذا حاجه المفروض ابدا بيها، ابدا بالحاجه المهمه، وابدا جزء المهمه بتاعتك لاجزاء بسيطه وصغيره عشان تبدا تاخد الخطوه وتشتغل عليها. رقم 3، لازم ادي لنفسي مدة محددة ان انا اخلص فيها المهمة دي. يعني ما ينفعش اسيب عقلي يتمادى في الوقت زي ما هو عاوز، لا انا بدي لنفسي انا هبدأ في الوقت كذا وهخلص في الوقت كذا. طب لو خلصت المهمة في وقتها اللي انا محدده، يبقى يكون عندي اللي هو رقم 4، المكافأة. لازم تكافئ نفسك. كل انجاز وكل خطوة بتاخدها لازم يكون عندك مكافأة. المكافأة بتحفزك وبتخليك تاخد خطوة تانية للمهمة التانية. فلازم يكون عندي مكافأة. أبسط حاجة بتبسطك وبتسعدك، خروجة معينة، سماع أغنية، أكلة معينة، حاجة بحبها بحب أعملها تبسطك تسعدك تديك حافز ودفعة للخطوة اللي بعدها. آخر حاجة، مشكلة عندنا المثالية والكمالية. أنا مش هبدأ إلا لما أكون ماسك كذا او عندي كذا او امتلك كذا. ابدأ بالامكانيات اللي معاك دلوقتي، انت ولا مثالي ولا كامل، كلنا كده. فابدأ بالامكانيات اللي عندك دلوقتي، بس اهم حاجة خد الخطوة الامام. اول ما هاخد خطوة لقدام كل القلق والخوف اللي عندي هيرجع لورا. فابدأ وامنع التسويف في حياتك.